السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. وياكم عبد الرزاق من قناة سوبر عراق، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد بالقناة. هذه الحلقة حشرح لكم عن التحديثات اللي راح تصير يوم 24/8 اللي صادف يوم ثلاثاء، اللي أطلقوها يوم 22/8 اللي صادف يوم الأحد. هاي بهذا اليوم قالوها، ويوم الثلاثاء 24 راح تصير. عندنا بهذه التحديثات هواية شغلات مثل العملاق الملكي وبعض البطاقات الأسطورية. بس قبل ما أشرح لكم عليها حراويكم بنهاية الحلقة جليتش عن تكبير البطاقات بكلاش رويال. بس خلينا نبدي بالتحديثات. نجي على أول تحديث عن العملاق الملكي. انخفضت سرعة الإصابة إلى 1.7 وهي كانت 1.5. تشوف إنه 2 نقصوها 2 جزء من الثانية. صحيح مبين 2 جزء من الثانية يعني فشي بسيط، بس إذا تحسبها مثلا إذا العملاق الملكي يريد يضرب 5 ضربات ب1.5 ثانية اللي هي هذا الحالية راح يستغرق 7 ثواني و5 أجزاء. بس إذا صارت 1.7 راح يستغرق حتى يضرب 5 ضربات يصير 8.5، يعني ثانية كاملة راح تزيد. فأنت شوف يعني هي صحيح تبين عندك إنه ثانية يعني مو هواية، بس مرات الأجزاء من الثواني هي اللي تفصل المعركة بكلاش رويال. يقول لك نحب القوة التي يتمتع بها العملاق الملكي وسهولة النسبية لاستخدام الخيار الهجومي، لكن في الوقت الحالي يتمتع بقوة كبيرة جدا. يعني قوي هو، وهواي لاعبين يستخدموه كما يريدون. هذا الشيء راح يضعفوه حتى يقللون شعبيته، بس هو يبقى قوي. نجي على ثاني وحدة هو المنطلق أو الزاب. يقول لك انخفضت مدى الصعق أو التجميد قصده، يعني ما الزاب إلى نصف ثانية. هي كانت ثانية وحدة، هسه سووها نصف ثانية. ليش؟ يقول لك يستخدم المنطلق بدرجة كبير في كل مستويات اللعب، وحاليا يوفر العديد من الجوانب المتعددة لإكسيرين. يعني يقول لك إنه الزاب هواية بده يستخدموه من أول ما يفتحوه، ما أتذكر بأرينا لحد الأرينا الأسطورية، وهو هذا يعني الزاب ده يوفر هواية شغلات بالنسبة ل2 إكسير. نجي على الثانية هي الأميرة. هنا يقول لك ازداد مدى الضرر في المنطقة بنسبة 25، وجوا كاتبين نود أن نجعل الأميرة أقل فاعلية. أنا هنا ما فهمتها شلون يريدوها أقل فاعلية وراح يزيدون مدى الضرر مالتها. يمكن قصدهم مدى الضرر غير شيء، ما أدري. نيجي على الثالث، أو والله ما أعرف اللي وين وصلت. على ساحر الثلج. انخفضت نقاط الإصابة بنسبة 5%، يعني نقصوا الدم مالته 5%. ليش؟ بالأخذ في الاعتبار مدى التحكم الذي يقدمه على ساحر الثلج. يتمتع ساحر الثلج بقدرات عالية بالنسبة لتكلفة 3 إكسيرات. يعني دا يقول لك هو تقدم هواية يعني أداء بالنسبة ل3 إكسير. وصحيح إنه لأن ساحر الثلج دم أكثر من دم الساحر عادي، وهذا الساحر ب3 إليكسر وذاك الساحر العادي ب5 إليكسر. بس هو يعني إذا بطاقة أسطورية لازم يصير هيجي. يعني هذا الساحر الثلج إذا تخليه وراء أي جنود ما راح يسوي فرق، بس من راح يتقاتل وياهم أو يصير وجه الوجه راح يموت احتمال أسرع من السابق. فنجي على عامل المنجم أو الماينر. ارتفاع وقت الانتشار إلى ثانية واحدة، وهي كانت 0.7 ثانية، وانخفضت نقاط الإصابة بنسبة 6%. نجي نشوف هنا يقول لك نعمل على إصلاح تغيير غير مقصود في وقت النشر وقع هنا. يعني هم مو بالقصد، يعني مو على القصد هم سواها 0.7، هم أصلا يريدون يسووها 1. وفي إطار ذلك نجعل ردة فعل عامل المنجم أكثر سهولة مرة أخرى. يعني رجعوه إلى يعني نعرف وين راح ينزل الماينر، لأن هسه 0.7 صعب تعرف وين حينزل عليات اتجاه عليها برج هيج. وبالإضافة إلى هذا أصبح واضحا أن عامل المنجم قوي جدا. يعني هم يشوفون أي جندي قوي ما بده ينقصوه، احتمال يريدون يوازنون وما أعرف شنو. هاي بعد شغلة تعود إلهم.
نجي على التنين الصغير أو البيبي دراجون، ارتفاع سرعة الإصابة إلى 1.6 وهي كانت 1.8. سيصبح من الممكن الاعتماد على التنين الصغير بشكل أكبر بفضل سرعة الإصابة الأعلى بما في ذلك الهجوم الأول. يعني أول ما راح يتقاتل راح يضرب بسرعة ويسوي ضرر أكثر، مش مثل ما قلنا يعني إذا هو جزء من الثانية يفصل المباراة الخسارة والفوز. بس أنا أشوف إنه راح يقدر يقتل الساحرة هسه بأسرع. نجي على أمير الظلام، ازداد الضرر بنسبة 7.5%. ليش؟ يقول لك لا ترتقي إحصاءات أمير الظلام ببعض الخيارات الأخرى ذات الأربع إكسيرات. يعني يقول لك إنه لازم يقدم شيء أكثر أو أعلى بالنسبة للأربع إكسير دا يستخدمون به. يعني يقول لك لازم يسوي له فتشي حتى يفيد حتى لو بالدفاع أو الهجوم على حد سواء. نفس الشيء الباولر، انخفضت تكلفة الإكسير إلى 5 كان 6 هو، وانخفضت نقاط الإصابة بنسبة 7%، وانخفضت الضرر بنسبة 10%. يعني نقصوا الإكسير مالته وقللوا الإصابة مالته، الدم مالته، وانخفض الضرر يعني الضربة همين نقصوها 10%. من المفترض أن تجيز تكلفة الإكسير المنخفضة لبعض تفاعلات الباولر المثيرة أن يكون أكثر قدرة على إحداث الفرق، ونحن بدورنا نقلل بعض نقاط الإصابة بين نسبيا نساهم في تعويض بعض هذا الضرر الكبير. والله نفتح شيء، بس أعتقد يقول لك نقصنا الضرر مالته لأن قللنا الإكسير. الحطاب لامبرجاك قصده، زادت السرعة إلى سريع جدا، هو كان أصلا سريع بس سووه سريع جدا، وازدادت سرعة الإصابة إلى 0.7 هو كان 1.1 ثانية، وازداد الضرر بنسبة 23%. ليش؟ نود أن نميز بين الحطاب والميني بيكا، قصد هنا البيكا الصغير أكثر، بما أن الاثنين من فئة 4 إكسير وبطاقات عالية الضرر. يقول لك لين الميني بيكا حمينا ب4 إكسير وهذا 4 إكسير، ما يصير اثنيناتهم يصيرون نفس القوة، بما أن الحطاب أسطوري فلازم يتفوق بفتشي. يعني زاد الضرر مالته وزادت السرعة، هو عنده ريج مينيموت، فأعتقد راح يتفوق بهيك على الميني بيكا. السجل ما أعرف شنو هذا السجل، بس انخفض وقت الإطلاق بنسبة 66%، وازدادت سرعة التنقل بنسبة 66%. هذا السجل شنو والله ما أعرف. السجل بحاجة لبعض الحب، ذكريات هسه حبنا ذكريات، وهذا التغير سيجعله أكثر اتساقا شنو؟ هما اثنين وأتي مفروضات تغلسوا عليه. نجي على الجولم، يقول زاد ضرر الإصابة والموت بنسبة 5%، وازدادت نقاط الإصابة بنسبة 1%. كائنات الجولم الصغيرة زاد الضرر والإصابة الموت بنسبة 8%، وازدادت نقاط الإصابة بنسبة 3.2. يعني هنا يقول لك من راح يموت ومن راح يضرب الجولم زادوها 5%، وزادت نقاط الإصابة يعني الدم مالته 1%. وحتى الكائنات الجولم هم قووا ضرر الإصابة والموت ونقاط الإصابة هم يزيدوها. ليش؟ عند 8 إكسير يحتاج جولم إلى أكثر من الطاقة ليبدو أكثر قدرة على أحداث الفارق. ولما يعني يقول لك بالنسبة ل8 إكسير لازم أقوي شوية الجولم، وأنا أحب الجولم بصراحة، هذا الشيء يفرحني. بيكا ازداد ضرر بنسبة 5%. شنو السبب؟ تتمتع بيكا بمعدل استخدام منخفضة تماما وفي كافة الجوانب، وبمقدورها أن تحقق ما هو أكثر من ذلك بالمزيد من القوة. يقول لك إنه البيكا ما حد يستخدمها، قليل كلش، فيريدون يقوونها حتى يستخدموها باستراتيجيات. وشاهد القبر، يعني هو قبر السكيلتون، سرعة التوليد إلى 2.5 ثانية من هو أصلا 2.9 ثانية. ليش؟ نتطلع إلى منح شاهد القبر المزيد من الفائدة في الهجوم والدفاع على حد سواء. يعني هسه القبر السكيلتون راح ينتج سكيلتون كل 2.5، هو كان قبل 2.9،
وهذا الشيء يعني راح يفيدني، لان انا من محبي او من مستخدمي قبر السكيلتون احبه اكثر من المدفع. فهسه نروح ننتقل الى الجليتش بكلاش رويال اللي يكبر البطاقات، واعلمكم شلون تسووها. رجعت لكم شباب بعد ما شغلت اللعبة، ومثل ما تشوفون الجليتش هو مثل هذا العملاق، شلون بطاقة صارت ضخمة. حتى لو مثلا بدلنا مكان الارشر راح ننزل دور على العملاق، همين تشوفوه هيجي صاير ضخم اكثر من باقي البطاقات. فحتى نسوي هذا الشيء نحتاج بعض الخطوات. اول شيء لازم تستخدم او تخلي ايدك على اي بطاقة ما نستخدمها. مثلا عندنا ساحرة، عملاق، ماسكتير، مثلا خلينا نستخدم الساحرة، تدوس على الساحرة استخدام. ثاني شيء تلزم الساحرة باصبعك وتمشيها على اي بطاقة من ذولي، مثلا نخليها على هاي. ثالث خطوة تضغط على المستطيل الرصاصي جوا او اي مساحة اللي جوا، دوس هنا وراح يصير عندك هذا الجليتش. مثل ما تشوفون هنا البطاقة صارت اكثر من الباقين، تشوفون لو حتى غيرتها من تبقى هيش قوية او كبيرة العفو اكثر من البقية. وهذه هي الحلقة، اتمنى تعجبكم شباب. لا تنسون اللايك والاشتراك. كان وياكم عبد الرزاق من قناة سوبر عراق.